صباح الخير، كيفكم يا حلوين؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. انتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. قبل كل شي يا حلوين لا تنسونا اللايك، شير، سبسكرايب. فيديو اليوم حنعمل قطايف خطوة بخطوة نحن وياكم، طريقة سهلة وسريعة ودغري بنقدر نبلش فيها، يعني انجأ بدها شوية تخمير. يلا هيا بينا. اليوم مثل ما قلت لكم يا حلوين اكلتنا الحلو هي القطايف، والقطايف على كذا طريقه، بس نحن اليوم نعمل لكم اياها على طريقتنا نحن اللبنانيه اللي بنحبها بالبيت. عنا هون 3 كبايات طحين، كبايه سميد، معلقه رشه ملح صغيره، اللهم صل عليك يا نبي الصيام مأثر، نص كبايه سميد على فكره حطينا، وبنخلطهم كلياتهم بنصفيهم وبعدين بدنا نخلطهم هون بالخلاط. يلا مع بعضنا. معلقتين سكر ورشة ملح يا حلوين. اوكي، يعني قلت لكم مكونات ما بتضيع، سهلة وسريعة، بدكم تعذرونا وقطع الاخطاء اللي بالحكي. وهذا العيار اللي نحن عم نعمله بدنا نحط 3 كبايات مي. بدنا نضيف المي اول شي على الخلاط، 3 كبايات مي يكونوا فاترين مش ساخنين كتير تفتير. نحن عنا هون عم بيقرا هلا العصر. هيدي تاني كباية، وهلا كباية حليب. مني عم بغش معكم، لسه عنا كباية مي بس حبينا نغير شوي. وهيدي كباية مي. يلا وهلا نخلط المزيج. بدنا نخلط المزيج الناشف مع الحليب والمي. هلا بدنا نضوي المكان. هون شايفين بعد خلص. هلا هي العجينة، انا عارفة اذا زبطة معنا. شايفين ما شاء الله مبينة كيف مسكت. شايف ما شاء الله صرنا شايفية. كنت تعذرونا يا حلوين لان نسينا معلقة ضرورية كتير، نص معلقة صغيرة كربونات. بدي ارجع اضطر نخلطن خلطة صغيرة. قلتلكن على الصيام بدكن تعذرونا. يعني هلا بدنا نرجع نعملها لان حطينا نص معلقة كربونات دقيقتين. قلت يا حلوين بصوركم معي صحن هاللوز. ليكم ما شاء الله مقطف طازة، لوز اخضر، صار عنا موسم اللوز. والعجينة مثل ما قلت لكم هلا بدي انطر ربع ساعة نص ساعة لتخمر. شو رأيكم نستحلى اللوزات الحلوين الشهيين لبعد الفطور؟ وهلا بلشنا القلي يا حلوين مثل ما انكم شايفين. الشوي ما القلي. بس بدكم تعملوهم بتحطوهم بصينية او حيلا شو بدكم تشتغلوا فيها ما يلزق، اهم شي لان هذا كتير حساس. ما شاء الله. كيف نحن حاطينهم بطريقة بقنينة بننزل منها اهين، بس عم نعملهم بشكل كبير. هيدي بدها تطلع كبيرة. شايفين ما شاء الله. هيدي هلا اللي شلناها من الفرن من الغاز. برجع بقولكم ما تواخذونا على الصيام، بنحكي حكي مخربط. شايفين ما شاء الله. وهدول ناجحين كتير للقلي اللي بيحشي فيهم جبنة او قشطة، وبس يكون الحامي كتير الغاز دغري بتمشي معنا.
يعني نحن بنتحكم بالقياسات اللي بدنا اياها، بدنا نكبر القطعة بنكبرها، بدنا نصغر القطعة بنصغرها، وطريقتها سهلة وسريعة مثل ما شايفينها، بتنعمل بحي الله بيت ومكونات بسيطة كتير. لا تنسوا لي يا حلوين لايك شير كومنت، وكل واحد يقول لي ببلده شو بتعيطوا لهالاكله. نحن بنقولها بلبناني قطايف، قطايف، او بنقولها عجين وقشطه حسب يعني، بس يا قطايف يا عجين وقشطه، لانه نحن بناكلها مع القشطه والقطر. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، ما شاء الله. حفرجيكم اياها دغري بعد ما طلعت من الغاز، شايفين ما شاء الله. وهلا هي اخر وحده حصوركم اياها مشان ما يطول الفيديو عليكم كتير. ما حطول عليكم الفيديو، حصوركم بس هالقطعه، بس مثل ما شايفين كتير سهل وسريعه ومكونات بسيطه. ليكون ما شاء الله. المهم يكون بنحمل غاز كتير، بعدين بننوص بنمشي فيهم وحده وحده. واذا في عندكم قطعه كبيره للهيدا فيكم تحطوا كذا وحده بنفس المقله. ما شاء الله ما شاء الله. شايفين نحن قصد عاملينهم بشكل كبير منهم صغار. حفرجيكم الوجه والقفا. صحتين حمودي؟ ما شاء الله هشين، ما بعرف اذا مبينين عليكم كتير هشين. وهذا كان فيديو اليوم يا حلوين، مثل ما قلت لكم وصفتنا سهله وسريعه وبسيطه. لا تنسونا اللايك شير سبسكرايب.